كان نفسي اقول اللي انت عايز تسمعه، وان معتمد جمال هو سبب التعادل مع الاتحاد، لكن للاسف ده مش رايي. وتعالى نتفق، احترم رايك وتحترم رايي، وانا شخصيا هحاول اثبت لك رايي بالحالات. جاهز؟ انا عمرو شوقي، وجاي اقول لك رايي في ماتش الزمالك والاتحاد في حلقه جديده من تاكتكس. بعد الموسم الماضي قلت ان انا مش مع استمرار معتمد جمال، وكان ليا اسبابي، لكن ده مش معناه ان انا ما دعموش بعد استمرار، ومش معناه ان انا احمله مسؤوليه اي ماتش حتى لو شفته اجتهد وعمل اللي عليه قدر الامكان، وده حتى لو اخطا في بعض الامور بالمناسبه. واللي هوريه لك ده شغل مدرب. اتفرج على اول 5 دقايق والمثلث اللي هيحصل بين عمر جابر وادم كايد ومحمد شحاته، واللي هينتج عنه عرضيه كان ممكن عدي الدباغ يتعامل معاها احسن من كده. مين يسال عن تعامل عدي الدباغ؟ معتمد جمال؟ بلاش. تعالى اوريك مثلث تاني في نفس الدقيقه، المره دي بين عمر جابر وناصر منسي وادم كايد، لكن ناصر كان المفروض يمرر لجوه شويه وبالراحه شويه. مين يسال عن تمريره ناصر منسي؟ معتمد جمال؟ بلاش. ادي نفس الجبهه، والمره دي مثلث بين عمر جابر وعدي الدباغ وادم كايد، لكن عدي هيلعب مع عمر اللي هيعمل عرضيه كانت محتاجه ان ناصر منسي يطير ويدخل فيها بقوه. نفس دخله باسم مرسي وسط مدافعي وادي دجله من 10 سنين، فاكرها؟ مين يسال عن توهان ناصر منسي في منطقه الجزاء؟ معتمد جمال؟ بلاش. ادي كمان مثلث، المره دي بين عدي واحمد شريف وادم كايد، جمله ممتعه صنعت فرصه لناصر منسي، لكن مين يسال عن فينش ناصر منسي؟ معتمد جمال. ودي ضربه ركنيه نزلت على دماغ ناصر منسي وهو لوحده تقريبا على خط ال6 ياردة، لكنه اختار يوجه زي ما انت شايف كده بدل ما يحط فيها قوه، مع انه قريب جدا من المرمى. مين يسال عن قرار ناصر منسي بتوجيه الكره بالشكل ده؟ معتمد جمال. وادي كمان جابها بين عمر جابر وعدي ومحمد شحاته، نتج عنها عرضيه المفروض ناصر يسدد من لمسه واحده، يا يستلم ويحجز ويريحها لفتوح اللي جاي من ورا. لكن مين المسؤول عن تصرف ناصر منسي بالشكل ده؟ معتمد جمال. بلاش. شوف الجمله دي والكره مع محمد اسماعيل المميز جدا في التمريرات الطويله، معتمد كان بيخلي شحاته يحاول يشغل لاعب، ثم عدي يحاول يشغل التاني، فاسماعيل يلعب في ظهرهم لعمر جابر. لكن مين المسؤول هنا عن اللمسه الاخيره لعمر؟ معتمد جمال. ونفس الجمله اتكررت اكتر من مره من اسماعيل لعمر، نجحت ساعات وفشلت ساعات، لكن اكدت ان في شغل مدرب. ونيجي لاحمد شريف اللي رايح هنا 1 على 1، لكن مين يسال عن تصرفه الغريب ده؟ معتمد جمال. المره دي بقى الاجابه وهقول لك ليه. وهنا 1-2 رائع بين شريف وفتوح، ثم ار2 لا تمت للار2 بصله، يسال عنها معتمد جمال. وهقول لك ليه. وهنا فنت ثم مشوار بترقصتين من محمد شحاته عالمي عشان نشوف ار2 جديده غريبه من احمد شريف، يسال عنها معتمد جمال. وهقول لك ليه. حتى لما الكره نزلت على راس شريف كان ممكن يعملها بالعرض تنزل قدام فتوح هدف، لكن اختار يحطها في المرمى سهل على صبحي سليمان. طب ليه معتمد يسال عن احمد شريف تحديدا؟ لان زي ما قلنا الحلقه اللي فاتت، ما عندكش اجنحه ما تلعبش باجنحه اصلا، سهله. انفانتينو مش هيجي يقول لك فين الاجنحه ويوقع عليك ايقاف قيد تاديبي جديد. لو لعبت 4-4-2 دايموند مش هيحصل حاجه. لو ربيع او جهاد 6 قدامهم شحاته وفتوح 8 ثم ادم كايد صانع العاب تحت عدي وناصر، مش هيحصل حاجه. وانت كده كده بتعتمد على الظاهرين عمر جابر وبنتايج في الانطلاقات الهجوميه، ودي اكتر خطه هيلاقوا مساحه ينطلقوا فيها. المهم اننا زي ما بنعفي معتمد جمال من المسؤوليه في بعض الامور، بنحمله المسؤوليه في حاجات تانية، وفي كل الاحوال هنفضل في ظهره طول ما هو المدير الفني للزمالك. وطبعا الشوط الثاني كما هو متوقع الفريق وقع بدنيا بسبب البدايه المتاخره لمعسكر الاعداد، وبما ان مفيش قيد مفيش دكه تسعفك، ولو هتسعفك بدنيا مش هتسعفك فنيا، فكان طبيعي الزمالك يقدم شوط ثاني اقل بكتير من الاول. والعشوائيه والهرجله اللي الزمالك قدمها في الشوط الثاني تخليني اقول الحمد لله ان الماتش خلص تعادل، لان ياما عشنا سيناريوهات الحظ فيها ما بيخدمكش وانت كويس ويجري يعاقبك بسرعه اول ما تبقى وحش. وعشان كده عايز احيي الونش على الانقاذ ده، كان جاي وراه اللي هيسجلها في توقيت صعب. وكمان في الشوط الاول عايز احيي مهدي سليمان على التصدي ده، لاعب الاتحاد لف جذعه وسدد عكس اتجاه مهدي، يبان تصدي سهل، لكن لو الحارس مش جاهز ومركز بيكون في منتهى الصعوبه. واخيرا ده مجرد ماتش في سباق طويل، وتقدر تخلي ماتش البنك الاهلي هو البدايه الحقيقيه للزمالك في الدوري، لان الزمالك قدام الاتحاد فنيا قدم شيء يمكن البناء عليه.